حبايبي ام اسلام، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه لتنظيف السيراميك وازاله الصدى والدهون اللي في الشفاطات اللي في السيراميك اللي في الاشاني. وصفه جميله جدا جدا، بس خلي بالك قبل ما تعمليها لازم تلبسي كمامه. انا عن نفسي لابسه كمامه. هنقول بسم الله ونبدا. معانا هنا ايه؟ دول 4 لتر ميه، 4 لتر ميه ماشي. ازازه الحاجه الساقعه عايرها 4 مرات كده اللي هي اللتر. وبعد كده ايه؟ بعد ما تحطي ال4 لتر ميه ده ايه؟ بطاس اللي هو صودا خاويه او مسلك المجاري او اللي هو ديبشار بطاس ماشي. وعندنا احنا هنا في مصر بنقوله ايه؟ بطاس. ادي 1 2 3 4 4 هون تمام. نقول بسم الله ونقلب كويس قوي. هنقعد نقلب كده اهو لحد اما تتاكدي ان البطاطس ايه؟ ده كويس قوي تمام. هتقعدي تقلبي تقلبي كده. بعد ما تقعدي تقلبي كده بقى واتاكدتي ان هو ده خالص، هتضيفي ايه؟ هتضيفي كوبايه كلور. تمام، ركزي معايا. ادي معايا كوبايه كلور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كوبايه الكلور هتضيفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. بتقلبي برده كويس قوي كده. بعد ما تقلبي كويس قوي كده اهو، هتضيفي ايه؟ قلبي كويس كده اهم حاجه. هتضيفي بعد ما تقلبي كويس كده، هتضيفي بقى ايه؟ نص كيلو صابون سائل اهو. نص كيلو صابون سائل كنا عاملينه سوا في القناه، جايباه سلمى اهو. انا هحط نص كيلو بس اهو. لا هاتي اهو يعني هو كده باين. ما عشان اصبه مش هدولك تاني اهو. انت ده صابون كنا عاملينه في القناه. هتحطي نص كيلو. تقعدي تقلبي كويس قوي. في ريحه؟ البسي الكمامه، البسي الكمامه. مفيهوش حاجة. انت ليه ما بتسمعيش الكلام؟ البسي الكمامه برضه. تقعدي تقلبي كويس قوي كده كده، كويس قوي قوي كده. ممكن بقى عشان الريحه بقى يبقى ريحته حلوه كده تضيفي ليمونيه. ادي ليمونيه اهي، ليمونيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس لازم طبعا وانت بتنضفي تلبسي جلافز، علشان ايه؟ هو ممكن بس ايه؟ ينشف الايد شويه تمام. فلازم ايه؟ تلبسي جلافز. ممكن عشان اهو كده معانا خلص. دون بقى ايه الوصفه دي لتنظيف السيراميك والدهون والصدى وجميع ايه الاتساخات اللي في البلاطات، في البلاط والحاجات دي. وخلي بالك انت تسيبيه 10 ايام كده ولا حاجه عشان كله يتفاعل في بعضه وبعد كده تستخدميه. ممكن وانت بتمسحي تاخدي شويه كده في طبق وتمسحي بيه. بس لو هتغسلي البوتاجاز، سيراميك، الشفاط، هتغسلي اي حاجه كده مصديه، لازم تلبسي جوانتي عشان ايدك ما تبص. تمام. وكل اللي يجرب الوصفه دي يدعيلي بصلاح حال اولادي ويشفيهم لي ويهديهم لي يا رب ويكونوا بارين بيا. وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب. طبعا انا هسيبه شويه كده وبعدين اعبيه في جيركل ولا حاجه.